في ناس فاكرة إن سرقة الطرود شغلانة سهلة، يا دوب اخطف الصندوق واجري، لكنهم نسيوا حاجة صغيرة اسمها الكاميرات والفخاخ وأصحاب بيوت فاضيين. في الفيديو ده هتشوفوا لحظات اتقلب فيها اللص من صياد لفريسة، وطرود عادية بقت كماين محترمة بتخلي السرقة مجرد عملية ندم. أنا محمود المغربي، ما تنساش دعمك للفيديو بلايك والاشتراك في القناة. صل على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. اللي قدامكم ده حرامي جديد وقرر يجرب حظه. بس صاحب البيت اختصر عليه الطريق وبطلوا الشغلانة بدري بدري. الحرامي ده للأسف ما يعرفش اللي هيجراله دلوقتي. بس يا رب يكون بيحب اللون الأزرق. داخل يسرق الطرد، لكن الطرد كان مستنيه ورا الباب. الحرامي دايما بيكره الكاميرا أكتر من السجن. What's your name? Did you just steal something? I'm gonna call the police. I've got you on camera. لأنها بتكون السبب الرئيسي في دخوله السجن. Give it to me. Throw it down and I'll delete this. Give it to me. Give it to me. You with the wrong person. Sorry. هنا بقى هي مش ندمانة إنها بتسرق، لكن ندمها إنها اتقفشت بالسرعة دي. Sorry. I'm very, very sorry. I will never do this ever I will call again. the police. Okay, I have 4 kids. I apologize. I just have no gas. I'm so sorry. I've never even done this before. حاول يعمل هروب سينمائي، بس الجاذبية الأرضية كان لها رأي تاني، وأظن مفيش انتقام أسرع من كده. الحرامي العادي بيمشي على طراطيف صوابعه، لكن ده داخل بموتور موتوسيكله بكل ثقة وكأنه في بيته. الحرامي ده بيسرق الطرد على الهادي. والحمد لله انه كان هادي. الدب داخل يسرق الطرد وكأنه متعود على كده كل يوم. مفيش أحلى من العدالة وهي بتتاخد بالطاسة. Hey, on the real? Is that even your shit? افتكرت إنها هتعمل لقطة سهلة وتمشي، I got you. بس صاحب البيت ما سابهاش إلا لما رجعها. I got you. No, I got you. I got you. حتى لو فاكر نفسك بتاع زبالة هتتقفش، يعني هتتحبس. With you guys, I gotta go to your neighbors' place and make sure that you're not home. We'll pick your neighbors. افتكروا إن محدش شايفهم، لكن الكاميرا كان لها رأي تاني، وفي ثانية الاتنين بقوا في نص الشارع. ودي بقى مصيدة اللصوص في زيها الجديد. صاحب البيت هنا أثبت إنه عبقري.
No for them. ID. لما يكون مندوب التوصيل حبيبك عمرك ما تقلق على الطرد بتاعك. افتكر انه نفذ السرقة المثالية لحد ما صاحب البيت قلب الترابيزة وهو اللي سرقه. Do you have guns? Well, stop right there. First off, you're driving without any taillights. Second off, we keep getting reports of people stealing packages off the porches. Where all these boxes come from. He's underage. He's only 15. Okay. السرقة حاجة وحشة. The one who does my Do you have a deliveries driver's for license me. on you? No, sir. My mom does. Can I please just have her? Mommy, please come here fast. ولما تتعمل بالمنظر ده بتبقى أوحش. مفروض إن شركات الشحن تضيف دروس للفنون القتالية للمندوبين بتوعهم. Hey, don't you dare take that. I got you on camera. داخل واثق قوي. وطلع مكسور العين أول ما شاف الكاميرا. ودي بقى سرقة بالرأس مش بالإكراه خالص. افتكر إنه طرد عادي، بس المفاجأة إنه طلع كمين محترم. Hey, I have you on camera. Get him, Zero. Good boy, Zero. أنا بقول كده برضه الطيب أحسن. الحرام الخيبان هيجيله يوم ويتقفش، بس دي كان حظها حلو واتقفشت بدري. جاي علشان ياخد الغنيمة ونسي إن إحنا عايشين في عصر الكاميرات. صرخة واحدة من كاميرات الرنج كانت كفيلة تخليه يتوب. Oh, did you want to put that back down? الصندوق ده بالفعل اختراع، والمفروض يبقى موجود عند كل الناس اللي بيجي لهم طرود. Hi, I was just admiring this. Yeah, my husband built that. That's really This impressive. is going to be a hobby for him when he retires. And I think he'll. سرقت صندوقين قبل كده ورجع تسرق التالت، بس للأسف كان كمين وصاحب البيت شغل دماغه وملا طوب. I'm sure I got you on video anyways. You just hold on. Oh yeah, you're just dropping it off, or what are you doing with it? There's a book in it. Let's take it over here to the owner. Come on. I got a guy stealing packs off people's front porches. لما افتكر انه هيهرب ظهر له الراجل ده في الوقت المناسب وخلاه يرجع الصندوق غصب عنه. Sit down. Sit your ass down. You've come to the wrong neighborhood. I'll be here in a minute. سرق الطرد، بس أول ما سمع صوت الكاميرا رجعه فورا. Hey, put that back. Oh, sorry. Put it back. تحس إن الكاميرا لها مفعول سحري. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي.
هي زريبة دي. الجيران شافوا الحرامي ده وقرروا ما يسيبوهوش. وفضلوا وراه لحد ما الشرطة جت. الراجل ده بيحاول يسرق أدوات العربية من غير ما يعرف إن صاحبها مدرب كيك بوكس. دول بقى 3 عباقرة بيحاولوا يسرقوا الطرد، خبوا كل حاجة ما عدا وشوشهم. صدقوني مش خسارة فيكوا كلمة أغبية. نصيحتي ليك، الشغلانة دي مش شغلانتك خالص. ولا شغلانتك انت كمان. هو واخد راحته. Hey man, you got a problem there? لحد ما صاحب البيت دخل في الخط. What you doing? رجلها اتكسرت وكل ده علشان صندوق ما تعرفش جواه ايه. رمى الطرد واطمن وما كانش يعرف انها مصيدة مقصودة علشانه. That's my mail. What? My mail's been missing and now I caught you on camera stealing it. No! Yes. What are you doing? Help! Help! Why are you calling help? حاولت تستهبل بالسقوط لكن الكاميرا قفشتها. Please don't take my package. رسالة قصيرة حولته من راجل لص لطفل بيسمع الكلام. دي أول مرة يسرق فيها. Hey, bring my package back. وأكيد آخر مرة. طلع إن حاميها حراميها. صاحب البيت ده قرر يعلم حرامية الطرود الدرس بأصعب طريقة. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي دايما بقضيها معاكم بتكون من أحلى وأجمل أوقات، وساعتها بكون مبسوط جدا. وياريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشوف بقى الفيديوهات على القناة. أشوفكم بخير، السلام عليكم.